هنكمل صحة أسناننا وإزاي نستخدم خيط علشان ننظف بيه أسناننا ونقلل التسوس. هنتكلم النهاردة عن خيط الأسنان وإزاي نستخدمه، عشان ناس كتير قوي متخيلة إنه عملية صعبة، لكن هو عملية سهلة جدا جدا، وبيساعد في تقليل نسبة التسوس بنسبة كبيرة في أسناننا، وبالتالي بيقلل التكلفة علينا يا جماعة. فتعالوا نتكلم مع بعض، وهل هنستخدم الفرشة لوحدها ولا هنستخدم الفرشة والخيط، ومين فيهم يعني افضل، ونستخدمهم ازاي. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن اهمية الخيط وازاي نستخدمه وطريقة استخدامه. هنتكلم كمان عن الفرشة ودورها ومع الخيط. انا عايزة بس اتكلم كده في البداية انه الفرشة لا تغني عن الخيط ولا الخيط يغني عن الفرشة. الاتنين مكملين لبعض، الفرشة بتغسل جزء والخيط بيغسل منطقة تانية او بيوصل لمنطقة تانية الفرشة متقدرش توصل لها. في تالت عامل يا جماعة احنا يعني ما وريتهوش ليكم في الفيديو، بس ان شاء الله نتكلم عليه في الفيديوهات الجاية، وهو اسمه التانج سكرابر، او اللي بينظف اللسان. احنا في بعض فرش الاسنان بتبقى مزودة كده بمنطقة زي منطقة رابر، او منطقة كده في خلف الفرشة. المنطقة دي بالذات يا جماعة بتساعد في إزالة البكتيريا والحاجات اللي بتسبب رائحة الفم الكريهة اللي بتبقى موجودة على اللسان. فيا ريت واحنا بنغسل أسناننا ما ننساش ننظف اللسان. احنا بنغسل أسنان لمدة دقيقتين، من دقيقتين ل4 دقايق، فالمفروض ان كل يعني سطح من الأسنان هياخد حوالي 40 ثانية. كمان نحاول ما ننساش نغسل لساننا من البكتيريا عشان يكون عندنا فم منتعش. واشكركم واشوفكم ان شاء الله. يلا نشوف مع بعض هنستخدم خيط الاسنان ازاي، وهو ان شاء الله عملية سهلة وبسيطة جدا. يلا نشوف مع بعض النهاردة هنستخدم ايه علشان نكمل العناية بصحة الفم والأسنان. احنا هنستخدم النهاردة الفرشة وخيط الأسنان. الفيديو اللي فات استخدمنا الفرشة لوحدها وتعلمنا ازاي نغسل، او الطريقة السليمة ان احنا نغسل بيها أسناننا، مش بنكون بنغسل وخلاص. الأهم من ان احنا نغسل يا جماعة ان احنا نغسل صح. احنا دلوقتي الناس بتستخدم الفرشة بس، وفي بعض الناس بتستخدم خيط الأسنان بس وبتتخيل ان ده كافي. فالأمانة الاتنين مع بعض مهمين جدا. يعني الفرشة أساسية ومهمة، بيكمل دورها خيط الأسنان. يعني لازم نستخدم الاتنين بالتوازي. هنستخدم الفرشة مرتين في اليوم لمدة دقيقتين، وفي خيط الأسنان هنستخدمه مرة واحدة في اليوم. الفرشة بتقوم بعمل حوالي 60% من تنظيف الأسنان. بتنظف حوالي 3/4 الأسنان، بتنظف السطح الخارجي، وبتنظف السطح الداخلي، وبتنظف السطح اللي احنا بنمضغ عليه. لكن خيط الأسنان من الحاجات المهمة جدا اللي بتنظف المنطقة اللي بين الأسنان والمنطقة اللي بين اللثة وبين السنة. منطقة مهمة جدا والفرشة ما تقدرش توصل لها. فاحنا هنشوف مع بعض ازاي نستخدم الخيط لتنظيف الأسنان. احنا هنستخدم الخيط ان احنا هناخد حوالي 50 سنتي او 45 سنتي من الخيط اللي معانا، وهنلفه على الصباعين اللي هما السبابة في الايدين الاتنين بالشكل ده كده. وبعد كده هنضغط بالإبهام على الجزء المتوسط، او هناخد جزء منه على قد السنة بالظبط، وهندخله بالراحة جدا في المنطقة اللي بين الأسنان. لازم ضروري يا جماعة ان احنا ما ندخلوش بقوة في اتجاه اللثة. ده غلط جدا، لان ده بيقطع الأربطة اللي بين اللثة وبين السنة. احنا هنستخدمه على شكل حرف سي او على شكل نص دايرة. هندخل الخيط بين الأسنان ونروح شدينه في اتجاه السنة والأعلى. لو احنا بنعمل السنان اللي فوق هنعمله في اتجاه السنة والأسفل، يعني كأننا كده ايه، يعني بنلف حوالين السنة بيه. فاحنا هندخله بين الأسنان بالشكل ده كده، وبعدين هنطلعه لفوق. لو احنا على السنان اللي في الفك السفلي، لو احنا على السنان اللي في الفك العلوي هننزله لتحت. فبالتالي احنا هندخل خيط الأسنان بين المنطقة اللي بين السنتين، وبنحاول ما ندفعوش بقوة ناحية اللثة، ونقف عند الخط اللي بين اللثة وبين السنة، وبنبدأ نطلعه او نخليه او نتنيه او نعمله كيرف على شكل كيرف كده، على شكل حرف سي، ونطلعه لأعلى. مرة على السنة دي حوالي مرتين 3، والسنة دي حوالي مرتين 3. لو انا حاسة لسه في بقايا